سلام الله عليكم أبطال الصف الأول الثانوي. يلا بينا من غير مقدمات نحل نماذج اختبارات الأضواء لشهر إبريل عشان تدخل إن شاء الله الامتحان بكرة وتلاقي الدنيا مظبوطة معاك. السؤال الأولاني اللي كلنا عارفينه اللي هو بتاع السينونيمز والأنتونيمز، اللي بيقول لك يلا يا باشا هات لي عكس الكلمة دي أو هات لي نفس معناها. السؤال الأولاني معانا بيقول لي the customer اللي هو الزبون showed loyalty، أظهر إيه؟ أظهر loyalty اللي هي الولاء أو الإخلاص by shopping at the same store، عن طريق ان هو كان بيتسوق من نفس الستور ده او المتجر ده for years بقاله سنين. فاحنا هنا عايزين synonym لمعنى او لكلمة loyalty اللي هي الولاء الاخلاص او كده. فبالبلدي كده احنا عايزين كلمات جميلة. يعني الولاء دوت شيء كويس. اول كلمة انا هبدأ استبعدها هي كلمة disloyalty، ودي طبعا باينة قوي loyalty disloyalty استبعدتها. تاني كلمة هستبعدها هي كلمة betrayal اللي هو معناها الخيانة، مستحيل طبعا. تالت حاجة أنا كعبد الرحمن هستبعدها هي الكايندنس، لأن الولاء والإخلاص ملوش دعوة بإنك طيب ولا لأ. كايندنس لأ طبعا. فتبقى عندي كلمة faithful اللي هو الإخلاص، loyalty يعني الولاء وfaithful يعني الإخلاص. وعندي كمان كلمة commitment اللي هو الالتزام، فأنت ملتزم بالحاجة لفترة طويلة، يبقى كده you have a loyalty. أوكي، عندك إيه؟ عندك ولاء يا باشا. أوكي. نمبر 2 بيقول لي after a long day، بعد يوم طويل. البنت ديت she found comfort، وجدت الراحة. لقيت الراحة بتاعتها فين بنت اللعيبة دي؟ in a warm bowl of soup، فايه في السلطانية او في ايه في طبق الشوربة الجامد بتاعها، ما شاء الله عليها. فاحنا عايزين عكس كلمة، عكس كلمة ايه يا مستر عبد الرحمن؟ عايزين عكس كلمة comfort الراحة، عايزين عكسها. طب ايه اصلا نفس المعنى، تمام اهو. وهنا برضو نفس المعنى بالظبط، يعني الراحة والارتياح، السلاسة والراحة والارتياح، تمام. وعندي كلمة أنا عايز العكس، عايز discomfort، أكيد أهي دي أول واحدة صح أهو، عكسها بالظبط comfort discomfort. طيب عندي إيه كمان ممكن أستبعده؟ كلمة disease. يعني إيه كلمة disease؟ يس بيرفكت، عاش. disease اللي هو المرض، فبقول لك diseases اللي هي الأمراض. فتبقى عندي كلمة distress. كلمة distress دي أصلا أنت ممكن يعني دماغك تسوحك ان هي عدم الضغط يعني او كده، لكن اصلا كلمه distress يعني ضيق. distress يعني ايه؟ يعني ضيق، والضيق طبعا بيكون عكس الايه؟ عكس الراحه. يلا بينا بقى في الروقان. before buying a device، قبل شراء الجهاز you should check نقط to make sure it covers repairs. انت لازم تفحص ايه؟ تراجع ايه؟ تتاكد من ايه؟ عشان تكون متاكد ان هو فعلا بيدعم الايه؟ الريبيرز اللي هي اعاده التصليح. عندي كلمه receipt تفحص الايصال، الوارنتي الضمان، tax كوبون، تاكس اللي هي الضريبه، والكوبون اللي هي القسيمه. 100% طبعا زي ما انت قلت، وجيب بالك يا بطل كلمه وارنتي. وارنتي اللي هي الضمان. كلمه وارنتي اللي هي ايه يا مستر عبد الرحمن؟ اللي هي الضمان. اوكي. طيب يلا مين جاي معايا؟ خلي بالكم انا بهدي شويه كده عشان تبص على السؤال التاني معايا. طيب when I buy shoes، لما انا يا جماعه بشتري حذاء معين I check the نقط of them first. I check the نقط of them first. اوكي، انا يعني بتاكد الاول من حاجه معينه او بفحص حاجه معينه. ايه هي؟ قال I'm sorry durability. what the meaning of durability؟ المتانه، اللي هي الحاجه معمره. يعني انا بتكلم على جهاز كهربائي مثلا او على اثاث معين، اقول لك ان هو بيمتاز بالديورابيلتي، يعني بيعيش، حاجه بتعيش، حاجه قويه، حاجه متينه. والله انا لحد دلوقتي هختارها بصراحه، يعني لحد ما اقابل حاجه تاني انا هختارها. تمام. عندي كمان كلمه convenience، لا العلاقه. طيب impulse اللي هو ايه الامبولس ده؟ اللي هو يدفع، الاندفاع او كده. protection الحمايه. 100% الكلام مش في المظبوط منه. طبعا انت عارف ان كلمه convenience يعني راحه، الامبولس ده اللي هو impulse اللي هو الدافع بتاع الحاجه، الحاجه اللي بتخليك تعمل حاجه. تمام. طيب finding this designer bag، انك تلاقي شنطه الديزاينر دي كلها at half price بنص السعر. بجد يا جماعه ده كذا بجد. ده ايه بقى؟ ده بادجت بجد يا جماعه؟ دي ميزانيه؟ لا طبعا. ايه بجد يا جماعه ده بارجين؟
يعني بجد يا جماعه دي صفقه maybe. بجد يا جماعه it's a real debt، يعني ده دين كبير، دين حقيقي، لا طبعا. كلمه في بجد يا جماعه دي رسوم جميله، لا فاهمين قصدي؟ طيب ماشي، انا بهزر طبعا وانا بحل، بس عشان دي الطريقه اللي كانت بتخليني موس ومطلعني من الاوائل، خلي بالكم، فخليكم شبهيها. You cannot honey for sugar if you want a healthy recipe. اوكي، اللي هي الريسبي، اللي هي اسمها ايه، الوصفه بتاعت الاكل. اوكي، انت تقدر تنقط، الايه يا مستر عبد الرحمن؟ تقدر تنقط الايه، الهاني فور شوجر if you want a healthier recipe. طيب ماشي، فهنا بيقول لي والله يا مستر عبد الرحمن عندي كلمة recommend، عندي كمان كلمة chop، يبقى هنا عندي كلمة recommend، وعندي ايه كمان، وعندي كلمة chop. Do you know the meaning of chop؟ كلمة chop دي يعني قطع. recommend يعني كأني بعرض عليك حاجة، بوصيك بيها، بقول لك اتفضل والله انا خد يا عم دي، شوف دي كده، جرب وادعي لي، هو ده الجو. تمام، اللي هي يوصي. chop اللي هي معناها يقطع الحاجة. feature، الفيتشر والفيتشرز اللي هي المميزات. عندي بقى كلمة substitute. What the meaning of substitute مستر عبد الرحمن؟ يعني بديل. انا حاسس ان هي دي الاجابه. يعني ايه يا مستر؟ انت تقدر تستبدل العسل فور شوجر، يعني تقدر انك تعمل ايه، انك تستخدم عسل مكان السكر if you want a healthier recipe، لو انت عايز فعلا يكون الايه الاكل بتاعك يعني، او الوصفه بتاعت الاكل بتاعتك كلها ما شاء الله صحيه. طيب خد نمبر 5، بيقول لي after following the نقط step by step، لو اتبعت كذا خطوه بخطوه the cake turned out perfectly. يا سلام، لو اتبعت ايه خطوه بخطوه في الاخر هتلاقي الكيكه بتاعتك جامده. comfort لو اتبعت الراحه، curiosity الفضول، condition الحاله، recipe ايوه طبعا الريسبي، لو مشيت على الوصفه بتاعت الاكل خطوه بخطوه طبيعي ان هي في الاخر هتبقى في الجامد، في الجمدلش، هتبقى جامده منه، صح؟ Before making dumplings you need to prepare the نقط by mixing flour and water. قبل ما making dumplings you need to prepare، لازم تحضر الكذا يا مستر عبد الرحمن. لازم تحضر الايه؟ عن طريق انك بتحط الميه على الدقيق، بتميكس الاثنين، الفلور بالميه، الميه والدقيق اصلا الاثنين بيبقوا عاملين ايه؟ ايوه يلا جدع، يلا العجينه، يلا ما هي اهو دقيق هتحطه على ميه هيطلع ايه في الاخر؟ فولينج، هيطلع حشو. نيفر دو، ايوه طبعا عجينه. فول، ايه الفول ده يا مستر عبد الرحمن؟ ده دوت اللي هو اسمه ايه، الوقود. الميموري، الذكرى، لا طبعا مفيش الكلام ده. تعال بقى على اسئله الجرامر، وبالله عليك ركز معايا موت عشان الاسئله حلوه قوي اللي هو جايبها. اول حاجه جايب لي هنا كلمه بي كيرفول عشان انت تتغفل وتقول يا مستر احنا اتعلمنا ان اول ما بشوف كلمه واتش اوت بي كيرفول خلي بالك، خد بالك والجو ده، بختار على طول وانا مغمض ار جوينج تو الفعل في المصدر. اقول لك لا، هنا في السؤال ده هنا هو قال لك بي كيرفول لكن جايب لك هنا روح قلبي كلمه اف، قاعده اف هنا معايا هنا مضارع بسيط، يبقى الناحيه الثانيه will مصدر. فدايما زي ما قلت لك قبل كده بدل المره مليون، لازم تكون فاهم جرامر مش حافظ جرامر. الجرامر لما بيتحفظ سهل جدا ان اي حد يديك كي كده معينه اول ما تشوفها تحل غلط، لكن لما تبقى فاهم عمرك ما تغلط. تمام؟ اوكي، النمبر 8 بيقول لي ساره has bought all the ingredients. البت ساره اشترت كل الحاجات. لحظه واحده اغير اللون. اوكي، هعمل كده واغير اللون. انا هنا اعمل لك باللون الاخضر الحاجات اللي انت بتتغفل بسببها. يعني في السؤال نمبر 7 بي كيرفول كان ممكن تخليك تختار are going to غلط. اوكي، طيب هنا بقى انت متعود يا اما will والمصدر، يا اما am و is و are going to الفعل في المصدر، يا اما المضارع المستمر اللي هو am و is و are والفعل في اخره ing. فهو هنا من الاخر عايزك تختار is baking وتقوم قايل لنفسك ايه؟ ما هو يا مستر اشترى كل المكونات، يبقى كده خلاص دي حاجه مترتب لها، فانا عايز مضارع مستمر. لحد دلوقتي انت تمام مع مستر عبد الرحمن؟ اقول لك اوكي تمام. يلا نقرا كده الجمله. لو انا اخترت is baking
يبقى she is baking bake. oh my god، شايف التغفيلة؟ التغفيلة ان هو هنا اصلا اوريدي حاطط لك verb in infinitive، فهو معتمد على انك اول ما تشوف الجملة بتاعة الترتيب دي تقوم مختار am و is و are والفعل في اخره ing من غير ما تفكر، فتاخد برضو كحكة كبيرة وصفر كبير، وده برضو يروح قلبي غلط. المفروض ان انت تبص لكل حاجة. هل ينفع هنا اختار كلمة will؟ never. طيب لان دي شيء مترتب له وكمان انا ناوي اعمله، اوكي، ففي كل الاحوال will ما تكونش في الحالة دي. هل ينفع كلمة bake speak؟ لا طبعا ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها two verbs ورا بعض، اوكي. طب is baking؟ برضو ما تنفعش لان ما فيش حاجة اسمها two verbs ورا بعض. طيب وان كان انا المفروض كنت اقول is baking لو bake دي مش موجودة، لكن دلوقتي انا قدامي is going to، وفي الحالة دي ينفع استخدمها عادي خالص. وما تنساش ان دايما سؤال الاختياري بيقول لك اختار يا بطل اجابة واحدة من الاربعة دول او اصح اجابة من الاربعة، اوكي. ده مش سؤال رايب، بيقول لك اعمل الصح من وجهة نظرك يعني، اوكي. خد اللي بعده. بيقول لي Ali promised that he not call her the next ايه؟ the next day. next day من علامات زمن الفيوتشر سيمبل، فيبقى the next day عرفتني ان الجمله اصلها كان ايه؟ الجمله اصلها طبعا كان 100% كان فيوتشر سيمبل، اوكي. لكن في عندي طريقه احسن من دي واسهل من دي لو اتعلمت مع مستر عبد الرحمن. انا هنا ما ينفعش كلمه كان في جمله متحوله لان كلمه كان زمانها كود. ما ينفعش كلمه may في جمله متحوله لان كان زمانها might. ما ينفعش كلمه will في جمله متحوله لان كان زمانها would. فبص هلاقي نفسي الجمله الوحيده اللي تنفع هنا او الكلمه الوحيده اللي تنفع هي كلمه what. خالد offered what. اول ما بلاقي كلمه offered ونقط على طول بختار حاجه من الاثنين، يا اما to يا اما not to. خالد قال ان هو هيعمل ايه؟ ان هو help me؟ لا never، ده غلط. ليه يا مستر؟ مفيش حاجه اسمها offered help. offered to help او not to help، تمام. طيب helping لا طبعا، helping كمان it's wrong بالنسبه لي. helped the verb in في التصريف الثاني، فهنا يبقى offered to help me with my الامتعه يعني بتاعتي او كده، اوكي. نمبر 11 بيقول لي ايه؟ بيقول لي a good poster. البوستر اللي بيتلزق على الحيطه ده مثلا should have ايه؟ لازم يكون في ايه؟ title. العنوان بتاعه لازم يكون ايه؟ هل يا ترى لازم يكون long and detailed يعني يكون طويل كده ومليان تفاصيل؟ never، اكيد لا، اسمه عنوان اصلا. لازم يكون مثلا colorful but tiny؟ never طبعا، الهبل ده. boring and plain، يا سلام، يعني يكون ممل ورخم كده؟ لا طبعا. طب يقول لي short and bold، والله يكون قصير كده وبولد يعني الخط بتاعه في التخين منه كده، عارفينه؟ طيب نمبر 12. نمبر 12 بيقول لي ايه؟ بيقول لي every time I walk through the streets of Cairo. انا كل مره يا جماعه كنت بمشي في شوارع القاهره the smell of كشري، ريحه الكشري makes me feel at home، بتخليني ابقى حاسس كده كاني في بيتي. طيب الجمله دي او الجملتين دول، المقطع اللي انت شايفه ده، انت من وجهه نظرك this an example of creating a ايه؟ دي كده بالنسبه لك واحد بيعمل ايه؟ personal story، قصه شخصيه، والله هحط جنبيها نقطه. بالنسبه لي ممكن انا بكلمك عن نفسي وانا ماشي في شوارع القاهره والحكايه والروايه بشم ريحه الكشري وحاسس ان انا في البيت، ممكن. list of ingredients، دي كده القائمه بتاعت المكونات مثلا بتاعت الاكل، never. title with details، ده ينفع يبقى عنوان؟ يا ده اكبر من خيبتنا، ده اطول من حياتنا كلها. biography of the recipe، لا طبعا، فين الريسبي اللي في الموضوع اصلا؟ فين وصفه الاكل او الكلام ده؟ never. يبقى هنا هرجع للنقطه اللي مستر عبد الرحمن قالها، فعلا هي personal story، اوكي. تعالى بقى روح قلبي معايا على القطعه دي، تمام. قطعه ان شاء الله باذن الله تبقى رايقه. مش عارف انا عندي متلازمه تمام في الفيديو ده ليه، بس والله العظيم مش ده الطبيعي يا جماعه، اوكي. good education has the ability to change the world. التعليم الجيد لديه القدره على تغيير العالم، تمام. ركزوا معايا. when we pay attention to quality education، يعني لما يا جماعه نبدا نهتم pay attention يعني ايه؟ نولي، كاني بقول لك ايه، نولي اهتماما باللغه العربيه للايه؟ للكواليتي education، للتعليم الجيد او التعليم اللي جودته عاليه يعني، تمام. the results can be transformational، النتيجه بجد هتبقى
transformational for an individual، هتبقى متغيرة أو يعني من الآخر هيبقى فيه تغير وتحول جذري فعلا للإيه بقى؟ للإنديفيدوال، يعني للفرد والكوميونتي والمجتمعات الصغيرة and society at large. وكمان يعني تقدر تقول إن الموضوع هيبقى للمجتمع الكبير كله أو المجتمع ككل. طبعا عارفين الفرق بين الكوميونتي والسوسايتي، يعني المجتمع المصري اسمه Egyptian society، لكن بقى الكوميونتي دوت اللي هو منطقة فيها ناس أغنياء، ومنطقة فيها ناس أغنياء جدا، منطقة فيها ناس أغنياء موت، ومنطقة فيها ناس فقراء شبهي كده، والدنيا تمشي. أوكي؟ طيب وإيه كمان؟ بيقول لي the value of investing in education is indisputable. عايز يقول لي هنا إن القيمة الحقيقية للinvesting in education، للاستثمار في التعليم، مالها indisputable. دي كلمة كده عايز اقول لك ايه، ما فيهاش خلاف، يعني كأني بقول لك باللغة العربية الفصحى لا جدال فيها. يا جماعة قيمة الاستثمار في التعليم دي حاجة مفروغ منها، لا جدال فيها، محدش يختلف عليها. ده معنى كلمة indisputable. It improves economic development. ليه بقى؟ تعال نشوف. أول حاجة بيحسن التنمية الاقتصادية أو التطور الاقتصادي اللي هو الايكونوميك development. وإيه كمان؟ promotes peace، يعني كمان ده بيزود وبيعزز وبيقوي السلام. وإيه كمان؟ lifts people out of poverty. الpoverty ده يا جماعة اللي هو الفقر أو ضيق العيش، فهو lifts people out، يعني كأني عايز أقول لك بيطلع الناس من الفقر، تمام؟ يعني بيخليهم خلاص مش فقراء بعد الآن. أوكي؟ The right to education isn't only the right to access education. عايز يقول لي بص الصح في التعليم مش معناه انك يكون ليك الحق في الوصول للتعليم. يعني the right to education is not only the right to access education. لا، اوعى تكون فاكر ان حقوقك في التعليم او الحاجه الصحيحه في التعليم ان انت يكون ليك حق انك تتعلم. لا 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 لا. but also، لكن برضو the right to receive an education، اللي هو انك يكون لك حق في الحصول على تعليم. ايه بقى مواصفات التعليم ده؟ بص of good quality، بجودة، تكون جودة عالية. education must be available، لازم يكون متاح، and accessible، لازم يكون، يعني عايز اقول لك هنا ان التعليم لازم يكون متاح، ويعني accessible دي يعني كأني عايز اقول لك ايه، ان هو يعني easy for all، يعني فاهمين قصدي؟ accessible يعني ميسور للجميع، متيسر للكل، تمام؟ but also acceptable and adaptable. لكن برضو خلي بالك لازم يكون acceptable، يعني مقبول كده، تعليم يكون مقبول، and adaptable يعني قابل للتكيف، يعني مناسب للكل، للأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الذكي واللي مش ذكي، فاهمين قصدي؟ and so on. Students must receive، الطلبة يا جماعة يجب أن يحصلوا على إيه؟ a quality education to promote their personalities. يعني لازم إن هم الطلبة يجب أن يحصلوا على تعليم جيد. ليه؟ عشان يطوروا البيرسوناليتيز بتاعتهم، وإيه كمان؟ والتالنتس اللي هي المواهب، والابيليتيز اللي هي القدرات، and to live a full and satisfying life، عشان كمان يقدروا ان هم يعيشوا حياه كامله. وكمان الحياه دي لازم تكون satisfying، يعني يكون فيها رضا، انت مرضي بحياتك within society، في المجتمع اللي انت موجود فيه. اوكي يا بطل؟ طيب كمل معايا مستر. The aims of education، الاهداف بتاعت التعليم يا جماعه go far beyond، يعني عايز اقول لك ان هي ايه، يعني اكبر بكتير، تتجاوز بكثير، فاهمين قصدي؟ ابعد بكتير يا جماعه من الايه بقى؟ الاكوايرنج numeracy، تمام؟ and literacy skills. الموضوع ابعد بكتير من، يعني يتجاوز بكتير قوي يا جماعه انك تكتسب مهاره مثلا زي الايه، زي القراءه والكتابه والحساب والجو ده. يعني basic skills also include life skills. basic skills عايز اقول لك المهارات الاساسيه برضو منها مهارات الحياه، زي ايه؟ زي مثلا such as the ability to make well balanced decisions، انك يا عم يكون عندك قدرة على انك تاخد قرارات متوازنة، مش قرارات عشوائية او مستعجلة. to مثلا resolve conflicts، انك تعرف تحل الصراعات او النزاعات، يعني اي مشكلة.
الcritical thinking إنك تقدر تفكر بشكل نقدي، إنك creative talent يعني يبقى عندك تنمية كده مثلًا، تنمية الإبداع يعني تمام، مواهبك تبقى كلها إبداعية وتقدر تنميها يعني أوكي. and the other abilities وقدرات تانية كتير which give children the tools، تمنح الأطفال الأدوات الإيه needed to pursue their option in life، اللي هي يعني تخليهم يقدروا يحددوا طريقهم في الحياة أو يعني مساراتهم في الحياة والجو ده. Also برضو schools should have a sufficient number of trained teachers، لازم برضو يكون مدرسة عندها عدد كافي من المعلمين يعني المعلمين اللي شبهي كده، الناس المعلمة المعلم المتدرب برد يا جماعة، الترين تيتشرز، يعني لازم يكون المدرس او المعلم بتاعنا لازم يبقى ايه، لازم يبقى متدرب. all teachers كل المدرسين او المعلمين should be paid competitive salaries، لازم برضو يا جماعة ياخدوا رواتب تكون مش رواتب حلوة، ده الراجل بيقول لك competitive يعني تنافسية، بيقبض بالدولار. there should be an appropriate number of classrooms، يعني كمان يجب أن يكون هناك عدد أقولها لك إزاي، appropriate دي اللي هو الإيه المناسب، حاجة كده زي إيه suitable بس هي ملائم أكتر تمام. accessible to all، ولازم كمان تكون الفصول دي متاحة للكل with adequate and separate sanitation facilities for both genders. عايز يقول كمان ان هي يعني المرافق الصحيه لازم تكون كافيه، وسيبريت يعني منفصله للايه for both genders، يعني بالنسبه للبنات والصبيان يعني يبقوا مفصولين عن بعض والدنيا تبقى كويسه والجو ده تمام. قطعه تقيله شويه بس فيها شويه كلمات لذيذه، وان شاء الله يعني الفيديو كده قصير، الفيديو كله عباره عن مثلا هيبقى نص ساعه بعد ما نخلص، فالدنيا في البيس منه، فاحنا مش قلقانين من حاجه. يلا بينا نشوف مع بعض الايه الاجابات. بيقول لي the benefits of a good education can be نتجد on كذا. لو انت شايف كده ايه منافع جودة التعليم او التعليم الجيد، ممكن نلاحظ ايه، ممكن تكون ايه، هنلاحظ ايه، هنبدأ بقى ان احنا ناخد بالنا من ايه. اكيد عندي بيقول لك ال people and their families، لا people their community and their society، ده هيأثر على كل اللي احنا قلناه ده يا جماعة، كل دول هيتأثروا. منافع التعليم هتيجي على الناس والمجتمع الكبير كمان، اكيد طبعا. لكن countries continents and islands، الجزر والقارات والبلاد، لا طبعا. poor people and workers، العمال والفقراء بس اللي هيستفيدوا، اكيد لا برضه. اوكي. نمبر 2 بيقول لي when we invest in education، لما يا جماعه نستثمر في التعليم، this will ايه اللي هيحصل؟ make people poor and powerless، الناس هتفقد قوتها وهتبقى فقراء، اكيد لا. improve economic development، يبقى دي خلاص دي استبعدناها. improves economic development and ignorance، يا سلام، علاقة التجاهل والإهمال في الموضوع، لا طبعا. encourage wars and illegal competitions، هنبدأ ان احنا نشجع الحروب والمنافسات او المسابقات او المنافسات او الصراعات الغير قانونية، never طبعا. فهيتبقى عندي improve people's income and bring peace، اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي تحسين دخل الناس and bring peace، وجلب السلام او احضار السلام. اوكي. نمبر 3 بيقول لي which one isn't an aim of education، ايه من الحاجات الاربعه اللي موجودين عندك دول يا مستر عبد الرحمن، الاربع حاجات دول ايه منهم مش من الايم بتاعه الاديوكيشن، يعني مش من الايمز الاهداف بتاعه الاديوكيشن. طيب thinking creatively، التفكير ب يعني بابداع، لا طبعا دي بالنسبه لي من ضمن الحاجات عادي. just knowing how to write and count، اتعلم بس ازاي تقرا وتحسب، لا بتهيألي هي دي الاجابه الصح اصلا. لان make well balanced decision، انك تاخد قرارات كتير حلوه، دي برضو من اهداف التعليم. resolve problems regionally، اكيد طبعا ان انا احل المشاكل واظبط الدنيا، دي من اهداف التعليم. يبقى هنا الاجابه الصح يا بطل هي just knowing how to write and count، دي الحاجه الوحيده اللي not
aim of education. مش من ايه؟ مش من اهداف التعليم. Okay, number 4. In order to ensure a quality education، تمام، اللي هو زيادة التأكيد وضمان جودة التعليم. teachers should ايه؟ يعني عايز يقول لي لضمان جودة التعليم المدرسين المفروض يحصل معاهم ايه؟ get paid competitive salaries 100% طبعا، ياخدوا رواتب جحدة، ولا ان هم arrest students who make trouble، ان هم يمسكوا العيال اللي بتعمل الغلط. have power and authority، لا يا عم مش عايزين سلطة وقوة خالص. wear expensive formal clothes، نلبسهم من زارة، لا طبعا الموضوع مش كده خالص. نمبر 5 بيقول لي educational institution should have نقط. يا جماعة يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا، ال educational institution should have a sanitation materials and yoga sessions. لا يوجا في المدرسة. طيب only one classroom for all students، فصل واحد بس يا جماعة لكل الطلبة، لا طبعا. ملعب كبير with white board، نعمل لهم يا جماعة ملعب كبير قوي نحط لهم فيه سبورة بيضة، ولا enough classrooms and separate toilets؟ لا أكيد طبعا تبقى الفصول كتير والتويلتس تكون منفصلة الولاد عن البنات. The best title for this passage as How can education be good؟ أيوة 100%. إزاي التعليم يبقى كويس؟ تمام 100%. لكن quality education and teachers غلط أصلا، إيه الهبل ده؟ classrooms and schools لا برضو مش ده العنوان بتاع القطعة. education investment لا، الاستثمار التعليمي طبعا أكيد لا. In the second paragraph the writer focus on the writers focus on نقط in the educational process. تعال نروح للسكند باراجراف، هنلاقي ان هو second paragraph the right of education. انزل تحت اكيد هلاقيها زي ما هي 100%. the right اهو the students rights اهو. هو هنا بيتكلم على الحقوق بقى، يعني فاهمين قصدي؟ الحقوق بتاعة الطالب، بس لانه هو قاعد يقول لك حقوق في التعليم كذا وكذا. خش يا باشا عليا تعالى لي اللالي على الترجمة منه، هتلاقيني بقول لك ايه. هنا بيقول لي it's unacceptable يعني غير مقبول to think that neat clothes show the importance of the nature of work. طيب ماشي. Whereas people who work in crafts don't dress well but their jobs are somehow more important. بتعمل ايه يا بودة وانت بتحل السؤال ده؟ وانت بتحل السؤال ده بتطلع كل الغلطات. هنا بيقول لي it's unacceptable، يبقى هنا غير مقبول. بص اهو، دي غير مقبول، دي غير مقبول، دي غير متوقع، يبقى استبعدت رقم سي. دي من السخافة، استبعدت رقم دي. ابدا العب على الاثنين اللي فوق، غير مقبول او انه غير مقبول. ابدا ابص، هنا بيقول لي الملابس الانيقة وهنا بيقول لي الملابس النظيفة. ابص فوق على طول، هنا بيقول لي ايه؟ neat clothes ما قالش الملابس النظيفة. ادي اول غلطة تخليني اختار رقم ايه. اوكي ايه كمان؟ طيب ابدا مكمل لحد ما لقيت هنا الناس العاملين، هنا بيقول لي بالحرف اليدويه وهنا بيقول لي في المصانع، فاجي ادور عليها الاقي هنا كلمه كرافتس دي يعني الحرف اليدويه. خلاص كده 100% الاجابه هتبقى ايه؟ الاجابه هتبقى رقم ايه. شفت انا عملت ايه؟ روح قلبي، ها انا عملت كده لان دي الطريقه الصح. لازم تطلع سبب للاستبعاد مش تطلع سبب للاختيار. اوكي طب تعال نجرب نفس الطريقه بالظبط في الايه؟ في الانجليش. تمام. هنا بيقول لي the mother، قالت الام غاضبه انا بطبخ دلوقتي، مش عايزه حد في المطبخ بتاعي، اطلعوا بره، مش عارفه اركز وحد واقف جنبي. اوكي ماشي يا ماما خلاص بالراحه. اوكي the mother said loudly that she was cooking then and she didn't want anyone in her kitchen. She ordered everyone to get out because she couldn't focus while someone was around. لازم يا باشا تطلع الغلطات اللي ايه؟ اللي موجوده في الايه؟ في الجمله. تمام. طيب she didn't want anyone in her kitchen. She ordered everyone to get out because she couldn't focus while someone was around her. The mother said loudly. ادي بالنسبه لي اول غلطه اهي، استبعاد.
كده قالت الأم بصوت عالي. loudly قالت الأم بصوت عالي. رغم ان الجمله دي كلها فوق كانت صح، خلي بالك جمله متحوله من مباشر لغير مباشر كما قال الكتاب. بص الماما قالت بصوت عالي loudly عشان انا بقول غاضبه، فابدا افكر في اللي فيها كلمه angrily، اللي فيها كلمه angrily. اوكي، هل ماما قالت؟ تعال نبص على الاختلاف. انا هنا من قبل ما ابص فوق، ايه الاختلاف بين الجملتين؟ I'm cooking now I'm cooking now and I don't want anyone in my kitchen everyone. ادي اول اختلاف اهو. تاني اختلاف يا مستر go out get out. يا سلام. تالت اختلاف يا مستر study focus. رابع اختلاف يا مستر around isn't. بص الكلام يبقى فوق go out اطلعوا بره عشان مش عارف اركز، وحد around me وحد حواليا، يبقى كده الكلام مظبوط خالص. لكن بص نمبر دي بيقول لك ايه؟ get out I can't study while someone is in. لازم تفضل تطلع الغلطات. طلعت الغلطات هتلاقي نفسك بكل سهولة بتقول ان الإجابة الصحيحة هي رقم ايه؟ هي رقم سي على طول. يلا بينا. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا برنس if you were Madeline what moment from the trip would you remember most؟ ايه اكتر يعني لحظة انت كنت هتفتكرها؟ I would remember catching a big fish with Santiago مثلا. I would remember catching a big fish with Santiago. Okay. Why do you think Santiago and Madeline sail in silence for hours؟ هم ليه يا جماعة كانوا بيبحروا بصوت ايه؟ بصوت واطي او يعني من غير صوت خالص لمدة ساعات. Because they understand each other عشان هم فاهمين بعض without words. Silence show their deep trust and respect. الصمت هنا يا جماعة بيبين قد ايه هم واثقين في بعض and respect وبيحترموا بعض. تعالى بقى لسؤال الرايت الرايق بيقول لي I have bought all the tickets. أنا اشتريت كل التيكتس. أوكي أدي ترتيب. So I will fly. أنا سوف أسافر إلى لندن tomorrow. أوكي تعمل إيه يا مستر عبد الرحمن؟ ولا أي حاجة، بيقول لي flying يبقى I'm flying أهو. I am flying زي ما هو بيقول لي بالظبط. I am flying. إلى أين؟ to London. أوكي إمتى؟ tomorrow. بس كده طب ليه يا مستر الجملة الأولى دي مش هحطها؟ لأن الجملة الأولى دي هي اللي خلتني أحول will fly لكلمة I'm flying، بيساووا بعض. once إن أنا قلت I'm flying يبقى أنا مرتب كل حاجة واشتريت التذاكر وكده كده الموضوع في الخلوصة إيه؟ في الخلوصة منه. أوكي. She said I finished my homework. You told. أوكي she told. وعندي كلمة told لازم مفعول يبقى she told me، يبقى دي الاستباية الأولانية يا بطل أهو. she told حطيت كلمة told اللي هو طالبها وحطيت كلمة me. تمام. she told me she told you what she told me that. اوكي هي قالت I أنا هقول هي يبقى she. اوكي عندي have finished أحولها هتبقى had finished. ليه يا مستر؟ لأن مستر عبد الرحمن قال مضارع يبقى ماضي وماضي ماضي تام، مضارع يبقى ماضي والماضي ماضي تام. أصل الجملة مضارع أحولها للماضي على طول. طب لو الجملة أصلا ماضي أخليها ماضي تام. أوكي. هي كانت بتقول يا جماعة أنا خلصت واجبي، فأنا أقول يا جماعة هي خلصت واجبها، يبقى هنا هقول كلمة her homework. her homework. تمام يا بطل؟ يعني من الآخر أهو بص هعمل لك حركة في اللذيذ منه. هنا عندي كلمة her هي قالت my، هنا عندي have أنا حولتها لهاد. أوكي بس مش هنعمل حاجة، وعندك الآي هنا بقت she هنا. أوكي تعالى بقى أحل معاك برضو السؤال بتاع الباراجراف. معلش الفيديو يبقى مثلا ساعة إلا ربع ولا حاجة، بس أنا والله عشان بحبكم بتعامل معاكم بالراحة والدنيا في اللذيذ منه، فعايزكم تركزوا. هو يا سيدي طالب مني باراجراف مثلا من 150 كلمة، وفاكر نفسه بقى كده ان هو ايه، ان هو يعني جاحد، يعني مفيش زيه بقى. طيب انت عايز ايه؟ بيقول لك describe a time you made a bad purchase because of my marketing check. من فضلك كلمني يا سيدي عن وقت ما او مره من المرات انت اشتريت شروه بايظه، يعني رحت اشتريت حاجه وطلع ودي كانت قرار غلط. ليه؟ عشان الماركتنج تريك اتضحك عليك فيها، اتسوقت لك، اتباعت لك وانت اصلا خدت على قفاك. What did you learn from that experience؟ وقول لنا استفدت ايه من الخبره دي.
اوكي طيب ماشي. من الاخر انا مثلا ممكن اقول ببساطه كده، في مره من المرات يا جماعه انا عملت اباد بيرتشيز، يعني اشتريت شروه غلط عشان خاطر الماركتنج تريك اللي هو عايزه. لما مثلا اشتريت ساعه غاليه، والمهم يا سيدي شفتها على النت بقى، والناس عماله تقول ان هي حلوه قوي وشكلها كان جاحد، والاعلان كان بيقول ان هي من الماتيريال حلوه، ومثلا بتقيس نبضات القلب وبترد على المكالمات وبتعمل ام الحنه وبتطير وكده، وانا كنت مبسوط قوي فدفعت واشتريتها، ولما وصلتني فكرتها نانسي طلعت عجرم، وهكذا. يلا بينا نقول الكلام ده ان انجلش. بص يا سيدي، وان تايم، يوم من الايام يا جماعه الخير، بص بص بص، هقسمها لك جمله جمله، كل جمله بلون. وان تايم، في يوم من الايام، I made، مثلا انا عملت a bad، خلي بالك بص بجيب من فوق، انا عملت عمليه شراء سيئه. تمام، ليه يا حبيبي كانت سيئه؟ because اهو، because of a marketing trick، الكلمه اللي فوق اهي اكتبها هنا. اوكي، ادي الجمله الاولى. احكي لنا بقى يا باشا ايه اللي حصل. اقوم قايل لك مثلا، اقول لك مثلا when I bought، لما اشتريت، مثلا when I bought an expensive، ما انا ممكن اقول لك when I bought مثلا a smart watch، لا انت زود كلام، an expensive smart watch، لما اشتريت ايه؟ لما اشتريت ساعة غالية. ازاي؟ اونلاين. ماشي، عشان ايه؟ نعرف نظبط الحبكة. ماشي يا مستر، كمل يا مستر كمل. اقول لك مثلا انا شفت اعلانات كتير قوي على السوشيال ميديا بتقول كذا. تعال نبدأ واحدة واحدة. I saw، انا رأيت ايه يا مستر؟ many ads، اهو many، اقوم حاطط كلمة ads كده اللي هي الاعلانات مثلا، on social media، on social media، على السوشيال ميديا، showing people، showing people، اهو showing people using it. لقيت بقى ايه؟ يا لهوي، اعلانات كتير بقى مطلعه ناس بقى بيتفرجوا عليها. ازود كمان الجمله دي، ممكن اقول لك مثلا in a very cool and attractive way، مثلا اهو in a very cool and attractive، اهو attractive way. عمالين يستخدموها بطريقه جامده موت 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 موت. طيب قول لي يا مستر وبعدين the ad، اهو الاعلان يا مستر عبد الرحمن، ماله الاعلان يا مستر عبد الرحمن؟ said، قال it could، ان هي كمان يا جماعه ممكن تتراك الهيلث. تمام، يعني بتتراك الهيلث. وايه كمان؟ مثلا نقدر نقول answer calls مثلا، اهو answer calls. الله عليك يا مستر. and ايه كمان؟ and يا مستر عبد الرحمن مثلا work like a phone، وبتشتغل كأنها تليفون، like a phone مثلا. ايه رأيكم؟ شايف الافكار؟ like a phone. I was excited and decide، I was مثلا excited، اهو excited، كنت بقى متحمس and decided، وبعديها قررت ان انا اعمل ايه؟ to buy it quickly، بسرعة، without، من غير، thinking carefully، من غير ما افكر بحرص. تمام، ادي الطريقة الاولى اللي انا قدمت بيها ان انا ازاي اشتريت بيها الحاجة. تعال بقى نخش على طول وعلى الجزء الثاني اللي احنا نكتبه، واقول له مثلا ازاي انا اتغفلت. طيب ماشي، ما انت كده عملت الصح، الناس كلها بتقول ان الدنيا تمام ولذيذه موت والدنيا حلوه وزي الفل. ايه بقى اللي حصل معاك؟ اقول لك مثلا when the product، اول ما المنتج arrived، اول ما المنتج وصل، هلا هوبا I was disappointed، لا حول ولا قوة إلا بالله. I was disappointed. ليه يا حبيب قلبي؟ خد عندك the quality، الجودة كانت ايه يا برنس؟ الجودة كانت ايه؟ was very poor، اهو was very poor، كانت فقيرة جدا.
وإيه كمان، وإيه كمان، ممكن تقول لي مثلًا مميزات كتير ما كانتش شغالة، تمام، أقول لك مثلًا and many مميزات أخدناها features صح والّا لأ؟ عندنا في المنهج أصلًا الfeatures many features مالها didn't أهو didn't work. وممكن أزوّد كمان كلمة مثلًا properly يعني ما كانتش شغّالة كويس تمام، أو ما كانتش شغّالة أصلًا. نقدر نقول إيه مثلًا على ساعة، البطارية كانت ضعيفة the battery أهو the battery مالها was weak البطارية كانت إيه، كانت ضعيفة weak والله مدرس إنجليزي وتكتب كلمة weak بالإي والله العظيم، والله يوم القيامة يوم التلات على اللي بيحصل ده. إيه كمان يا مستر عبد الرحمن؟ أقول لك مثلًا و والساعة توقّفت عن الشغل مثلًا بعد شوية أيام and مثلًا and the watch أهو and the watch تمام stopped أهو stopped working stopped working after بعد a few days a few days أوكي يا قلبي أهو صعبة بالله عليك والله العظيم 3 الدنيا في الرايق منه خالص 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 والباراجرافات الدنيا حلوة ولو أنت بتواجه صعوبة في الباراجراف فدي مشكلتك لازم يا جماعة تتابعوا مع مستر عبد الرحمن الحاجات الحلوة دي لازم تخشوا وتشوفوا الكورسز الاونلاين اللي بنديها في الصيف عشان الحاجات الحلوه دي وما حدش يأثر عشان انتوا داخلين بقى على تانية وبكالوريا وشغل فاخر انت بقيت شهاده يالا واشوفكم على خير ان شاء الله عز وجل في مراجعه ليله الامتحان ما تنسوش تتفرجوا على مراجعاتنا وفيديو الجرامر الجاحد اللي انا عامله لكم جرامر المنهج كله في ساعتين ونص 3 وفي امان الله.